السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإسهالات في العجول الرضيع، ودي طبعا المشكلة اللي بتقابل كل مربية المواشي. لو الفيديو مفيد فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك عشان يصلك كل جديد. طبعا احنا بنتأكد كل يوم من العجول الصغيرة عن طريق دلهم من ورا، نشوفه معكوك اسهال او لا. في كل ميعاد بنسقي فيه بنتأكد من العجل، او عن طريق بنشوف البراز بتاعهم في المكان اللي قاعدين فيه. لو في حالة اسهال بنمنع اللبن اول ميعاد، طبعا ده منعا باتا، ما بنديش لبن خالص. بنبدأ نقيس درجة الحرارة. في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 39.5 بنبدأ في اتخاذ بقى الإجراءات الأساسية بتاعتنا. بنجيب خافض حرارة أيا كان بشري أو بيطري. طيب البشري بنستخدمه مثلا لو هنستخدم فلترين يبقى عن طريق المحلول. هنستخدم أنالجين بنعطيه، ممكن تعديه عضل أو وريد، بس الأفضل إن هو يتاخد وريد، ولو أفضل يتاخد بره المحلول. طب لو مفيش إمكانية إن أنت تدي وريد، بندي الانالجين في العضل، وبنستخدم معاه مضاد حيوي سوفتاكس. ده مضاد حيوي فعال جدا للإسهال. السوفتاكس البشري يبقى بندي الانالجين عضل، وبندي السوفتاكس برضو عضل 1 جرام، او ممكن نجيب 2 جرام نديه على مرتين كل 12 ساعة. بنحل الأنبوبة ال2 جرام، وبندي نصها في الميعاد الأولاني مع الانالجين، وبنجيب الدكسة. ممكن نجيب دكسة لو مفيش موجود عندنا البيطري، بنجيب أمبول من الصيدلية البشري عادي بنديه. يبقى ادينا السوفتاكس جرعة. بنستخدم ال2 جرام بنقسمها نصين، بنحلها ونستخدمها نصين. النص التاني بنحطه في التلاجة للميعاد التاني. بنستخدم الأنالجين في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 39.5. نستخدم الأنالجين والدكسة ونص الأنبول السوفتاكس. طبعا لو هندي وريد ودي أفضل، بنستخدم برضو السوفتاكس، وبنجيب معاه أنبول فلترين، وبنستخدم معاه أنبول ديكسا. طيب وبنعتوهم في الوريد ببطء. بنستخدم معاه محلول رينجر. طبعا المحاليل بتختلف، في محلول ملح وفي محلول رينجر انواع. احنا بنستخدم المحلول الرينجر اللي هو بيستخدم في محلول رينجر بيتاخد من غير ادويه خالص، وفي محلول رينجر بينفع يتضاف معاه المضادات الحيويه. فاحنا بنجيب الرينجر اللي بيستخدم فيه المضاد الحيوي، يبقى منه بنستفيد منه ان هو فيه فيتامينات، تمام، ان هو بيعوض الجسم عن السوائل اللي نزلت منه، غير محلول الملح طبعا. واهم حاجه بندفي المحلول في ميه دافيه الاول قبل اعطائه، قبل اي حاجه، قبل ما نحط فيه الدواء خالص بندفيه في ميه دافيه عشان الساعه ما يسقعش العجل قوي، مخلوش يرتعش. وبنتاكد ان كان الاسهال فيه دم ولا لا. ان كان فيه دم بنبدا اعطائه امبول امريكيه، تمام، او امبول كبرون على حسب الموجود. ودي طبعا بشري في الصيدليه البشري. طب لو في لا قدر الله ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 40، نفضل إن احنا ندي سنتي أميزول. ده ليه؟ عشان الطحال، لأن دي حاجة بتعدي عن الناس، ونقول احنا ادينا علاج كتير وبرضو العجل مات، بيخش في حالة تدهور وكده. فاحنا بنفحص العجل جيدا. طبعا انت لو ما عندكش خلفية في فحص العجل، او ما فيش معاك دكتور مثلا متابعك، هو بيتبان من ايه في العجل الذكر؟
بنفحص من جفن العين، بيبقى فيها نقط صفرة. هي المفروض هي الدموية في العين كويسة في جفن العين، في الحالة دي بيبقى فيها نقط صفرة. طبعا ده لو نتاية، لأن ممكن متعرفش تفحص العين كويس، بتبقى في فتحة المسؤولية بتاعتها، فتحة المية، بنفتحها كده بإيدينا بنشوف فيها. المفروض هي في طبيعتها فيها الشرايين الحمراء، فيها دموية فين؟ في الفتحة التناسلية دي، في الجنبين بتوعها. طبعا لما يكون في حالة طحال لا قدر الله، بتبقى فيها نقط صفراء. ودي طبعا احنا بنفحصش عجل كويس وبنعالج، نلاقي الحرارة 40 41 40 ونص، بندي خافض حرارة وبندي حاجات من ديت، ونلاقي العجل برضو تاني يوم ما عادش فيه إسهال وكويس وتمام التمام، والحرارة كويسة والعجل ما بيشربش. ماشي، بعدها بيوم كمان تلاقي العجل هزل ونام، وتلاقي العجل مات، ونقول ده احنا عطينا له العلاج ومفيش. بيبقى برضه لا قدر الله ممكن يكون في طحال. دي طبعا سبب الطحال ده الأوراد والحشرات اللي في المزرعة، فبتأثر على ايه؟ على العجل، بتسبب له الطحال. ودي الطحال ده بيسبب النفق خلال يومين بكتير. طبعا لو لا قدر الله العجل ركض، بنخش في مواضيع تانية كبيرة، وده يبقى فيه ليه فيديو تاني ان شاء الله. احنا كده وصلنا خلاص اعطينا المحلول بالسوفتاكس والفولتارين بتاعنا والدكسا. بنبدأ نسيب العجل أول ميعاد، طبعا خلاص من غير شرب لبن خالص، وبنديله مرة أو اتنين محلول جفاف من الصيدلية البشري. في حاجات بيطري بس طبعا دي مكلفة شوية، فاحنا بنجيب اللي هو المحلول الجفاف البشري. دي حاجة كويسة برضو وممتازة جدا وسعرها كويس. بنبدأ نديله مثلا جرعتين تلاتة في اليوم، معيار بسيط، يعني يا دوبك ربع كوباية مية. ويا ريت ندفي المية برضو، الأفضل ندفيها الأول مع المحلول، ونضيف عليها المحلول ونسقيها بطريقة في حلمات للسقي ده. دي متوفرة في صيدليات البيطري. الأفضل إن احنا نسقي بالحلمات دي. بنجيبها مثلا نركبها في إزازة، لو مفيش الحلمات اللي هي المخصصة للمواشي، العلب المخصصة للمواشي، بنسقيها. بنجيبها نركبها في إزازة المية، بنحط فيها الجرعة اللي احنا هنديها له بتاعة المحلول، وبنركبها في إيه؟ في إزازة مية، وبنسقيها له بالراحة، والعجل يشرب بالراحة مرة واتنين. تاني ميعاد بنبدأ نتأكد من براز العجل، نشوفه وصل لإيه بالظبط. بدأ يمسك، بندي العجل يدوبك كوباية أو اتنين من اللبن، ما بنزيدش عليه أكتر من كده. تمام. بعدها بعد بنبدأ نزود معاه تدريجي، لأن بإذن الله بيبقى العجل تمام التمام. وجرعة السوفتاكس التانية بنديها له تاني معاد. جرعة السوفتاكس التانية بنديها له تاني معاه. طبعا لو العجل شخته تمام التمام خلاص ظبطت تمام، ما مش محتاج تديله الجرعة التانية، مفيش منها مشكلة، هي في التلاجة بتستخدمها في لا قدر الله في أي حالة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.